اعراض وتشخيص ارتشاح جدار الامعاء. طبعا يعني هي صعبه شويه ان احنا نقرر 100% ان احنا عندنا ارتشاح جدار الامعاء، لكن انا هقول لكم ايه الحاجات اللي تديني هنت ان فعلا ممكن يكون عندي ارتشاح جدار الامعاء، او ان هي دي اللحظه اللي لازم اروح فيها لطبيب عشان فعلا ياكد لي اني انا عندي ارتشاح في جدار الامعاء. اول حاجه اعراض الهايبوثايرويد، احنا بنقول عليها زوب كلينيكال هايبوثايرويد. ايه الزوب كلينيكال هايبوثايرويد؟ ايه الهايبوثايرويد؟ احنا عندنا غده هنا اسمها الغده الدرقيه بتفرز هرمونات زي ثايروكسين، تتغايوتيفير، دي موجوده بشكل طبيعي. لما بتقل، لما تحصل مشكله في الغده دي، الهرمونات اللي هي بتفرزها بتقل في الدم، فبيظهر علينا بعض الامراض زي الخمول، التعب، الواحد بينام فترات طويله ويصحى برده تعبان زي ما هو. طبعا للاسف الاعراض دي موجوده في امراض كتيره، فعشان كده بقول لكم يعني مجرد اللي انا بقوله ده بس يديني هنت ان ممكن يكون عندي ارتشاح في جدار الامعاء عشان اتوجه للطبيب اللي ياكد لي 100%. فلما بيحصل حاجه زي كده، لما مريض مثلا على سبيل المثال يجي لي ويقول لي حاجه زي كده، بعمل له على طول تحليل الهرمونات دي. لما الهرمونات تكون سليمه 100% وعنده كل الاعراض موجوده بس الهرمونات سليمه، فانا كده بقول ان هو عنده زوب كلينيكال هايبوثايرويد. من الاخر كده عنده ارتشاح في جدار الامعاء بنسبه كبيره، يعني الامعاء مفتوحه فبتدخل سموم، فالسموم دي هي اللي مأثره على الجسم كله، فمخلياه حاسس بخمول وتعب واجهاد بشكل متواصل. الحاجه الثانيه لما انا اساله اقول له انت دايما بتتعدي، دايما بتاخد مضادات حيويه في الفتره اللي فاتت، يقول لي ايوه انا عندي عدوى بكتيريه دائمه متكرره مزمنه. برضه في الحاله دي انا ببقى شبه متاكده ان هو عنده مشكله في جدار الامعاء. زي ما احنا قلنا البوابات بتتفتح، الميكروبات عماله فتدخل عماله تصيب اعضاء الجسم. مشكله مثلا في البول، في الجهاز البولي، دايما كحه، عنده مشاكل دايما في الجهاز التنفسي بسبب عدوى بكتيريه. في الحاله دي هو عنده مشكله في البوابه اللي عماله تفتح لكل الميكروبات انها تدخل جوه الجسم. فعلى طول بعمل له حاجه من الاثنين. في بعض الاطباء بيختاروا ان هم على طول يعملوا منظار، المنظار ده يقول لي 100% هل هو عنده ارتشاح في جدار الامعاء ولا لا. والحاجه الثانيه اللي ممكن اسهل شويه للناس مثلا امكانياتهم مثلا اضعف شويه، بحطه على نظام غذائي صارم جدا لمده 3 ايام واقول له تعالى لي بعد 3 او 4 ايام. اذا الحاله اتحسنت، يعني الخمول ده قل منه، ما تعداش، ما حصلوش اي مشكله، في الحاله دي يبقى انا فعلا بنسبه كبيره بتاكد ان هو عنده ارتشاح في جدار الامعاء. وبعد كده بحوله بقى للعلاج البروتوكول اللي احنا